انتوا بتعرفوا انه الزهره او القرنبيط الحار من اطيب المقبلات بالعالم، بالذات مع خبزه المحمر. الله، ما اخذنا هيك الامه مدلله. والله صارت كبيره بس بالشهي الامانه، نسمي بالله وبنستمتع. بسم الله. والله هي يا جماعه سهله وكتير كتير كتير طيبه. بسم الله. راس قرنبيط ومنبلش بنقطعه. بسم الله. بهالحجم هذا كتير ممتاز. ومن بعد ما عملنا له غسله كتير مرتبه وحمينا زيتاتنا، حنبلش نقليه. بسم الله. وبس وصلنا لهالتقميره اللي بتجنن، تكون صوات طالون. وهلا بيلزمنا رغيفين من خبز، معلقه دبس فليفله، شويه زيت زيتون، والكثير من دبس الرمان. اوه حاجه. وما ضل بيلزمنا غير انه نخربطهم مع بعض كتير منيح. بسم الله. ومنجهز مقلايتنا على النار وشويه زيت زيتون. بسم الله. واول شيء بنعمله بنحمص خبزه المحمره مع الطرفين. وهيك خبزتنا صارت جاهزه، بنشيلها، بنزيد زيت زيتون. بسم الله. ومعلقه كبيره من دبس الفليفله يا معلم، ومعلقه صغيره بابريكا، وكذلك الامر من الكمون والكزبره اليابسه، وبنختم برشه فلفل وثلاث اسنان توم مهروسين. بسم الله. بنحمصهم تحميصه مرتبه، وبكون اجى وقت ننزل بالزهره او بالقرنبيط، ما بعرف انتم شو بتسموه عندكم، وبنحمصهم. وبعد 5 دقائق تحميص بس الزهره صارت عندنا جاهزه. نعطيها عصره ليمون وشويه بقدونس اختياري، خلطتين ثلاثه وعلى التقديم.